كلنا عارفين إن النجم هو الشخص المشهور اللي كل الأضواء بتشاور عليه. النجم ناس كتير بتسمعه وبتحب تمشي وراه. It's the most wonderful. جماعة انتوا مش هتصدقوا بجد، انا اخيرا وصلت ل100,000 فولور. انتوا طبعا مش متخيلين يا جماعة الموضوع بجد كان متعب قد ايه. جه بعد وقت طويل وسهر ومجهود كبير، ودي احلى حاجة حصلت لي السنة دي وهي ال100,000 فولور يا جماعة. وطبعا لكن في نجوم أخدوا قرار مختلف، إن هم يشاوروا على حد تاني غير نفسهم، إن هم يزودوا المتابعين لحد تاني، لطفل لسه مولود. احنا جايين نقول لكم على خبر عظيم عن حاجة احنا شفناها بنفسنا. الله بعت لنا هدية كبيرة وعظيمة وعايزينكم تشوفوها معانا. هنسيب لكم اللينك تحت في البايو. في حد كاتب لنا بيقول بقى دي مناظر ينفع تكون ليها علاقة بمكان فيه ربنا؟ ده انا شامم الريحة من عنده. احنا كمان كنا مستغربين زيكم، بس ربنا كان ليه وجهة نظر تانية، عشان كده هو اللي دعانا واحنا كمان بندعوكم. ما تنسوش تشوفوا اللينك اللي في البايو. افرحوا يا شعب الرب، خلاص اتحققت النبوات، خلاص الانتظار انتهى، اتولد المخلص، اتولد وميلاده خلاص البشرية. العالم بيقول إن النجم الحقيقي هو اللي بيزود المتابعين لنفسه، لكن في الكتاب بنشوف نجوم مختلفين بيخلوا الناس تتبع يسوع وتروح له. مساء الفل. انا عارف ان انا اول مره اطلع لايف، بس الصراحه الموضوع اللي انا اتكلم فيه مهم جدا. انا هكلمكم يا ترى وانت بتتكلم مع الناس هتشاور على مين؟ هتعيش نجومية زي ما العالم بيقول، ولا هتعيش نجم بيشاور على يسوع؟ طيب انا هكلمكم في ايه؟ هنشوف بس نتاكد ان عدد اللايف زاد ونبدا على طول.